مساء الفل على كل حد عاشق للمنتزه. مبدئيا كده كنت حابة أشارككم اللحظة عند دخول المنتزه بعد التعديل، واللي هي زي ما انتم شايفين كده دخول العربيات كلها في اتجاه واحد على الباركينج على طول. يعني مفيش حاجة اسمها ألف بالعربية جوه المنتزه، انسى الموضوع ده تماما. من الآخر اعتبره فعل ماضي وعيش بقى على الذكريات. وكمان لازم تعرف حاجة مهمة جدا، بلاش وانت رايح تخرج في المنتزه تشيل معاك حاجات كتير، قصدي السوبر ماركت اللي انت بتتنقل بيه من عربيتك للمنتزه، اللي بيتنصب له مخصوص فرش ارضي اول ما حضرتك تنزل من عربيتك، زي الحلو والحادق والشوي على الفحم والعجل والكلام اللي انتوا فاهمينه ده حتى الشيشه كنت عامل حسابك فيها هناك يا جدع. بصراحه القعده كانت بتبقى حلوه وبتنسجم فعلا طول اليوم، ده غير بقى الانسجام الاكتر لما يكون معاك 3 كارنيات بس وتدخل بيهم عيلتك كلهم فيها. يا سبحان الله، لا يا جدع ده انت كنت قادر وخاربها. يلا مفيش حاجه بتفضل على حالها، انسى بقى الكلام ده خالص من هنا ورايح. وهتدفع زي الشاطر كده 25 جنيه دخول رسوم، يعني هتدفع لا مفر. ده اذا ما غلتش بعد كده اصلا بعد التعديل النهائي. زي ما انتم شفتم كده الجراشات عامله ازاي، باكيات ارضي وعلوي، والصراحه واخدين مكان متسع قوي للباركينج. بس المشكله هنا بقى يا صديقي العزيز ان الباركينج ده مش ببلاش ولا من ضمن الرفاهيه زي ما انت فاهم يا عزيزي. ده طلع ان حضرتك هتدفع 50 جنيه على كل عربيه معاك. يعني النصيحه هنا ليك يا صديقي العزيز بان افضل لك تجمع اصحابك كلهم في عربيه واحده وقسم عليهم طمن الباركينج كله، او خليهم يركنوا بره ويدخلوا مشي. لازم تتصرف، اصل كده هنخش في ميزانيه لوحدها. المشكله اللي بعد كده بقى ان لو حضرتك متعود تجيب اسرتك وتخرجهم في المنتزه، اعمل حسابك ما تجيبش حد كبير في السن. ليه؟ اقول لك، عشان العربيه من الاخر هتتركن في الباركينج، والفسحه بتاعتك اللي حضرتك عامل حساب عليها هتتحول شقه بالنسبه لك، لانهم هياخدوها مشي. فانصحك بلاش تجيب حد كبير في السن، عشان اكيد مش هيقدر يمشي كتير، الا بقى هتضطر وهو ماشي يدعي عليك، فانت مش قد الدعوه بتاعته. والصراحه دي ارخم حاجه عملوها جوه هو وموضوع الباركينج ده. بس قال لك ايه بقى، يحلوها شويه ويخففوا عنكم موضوع الشقه ده بقى، ويقوموا بدورهم بقى بشغل السياحه ويوفروا لكم ايه؟ طفطف. طب ما الناس طلعوا كويسين اهو، امال زل منهم ليه بقى؟ لا ما انتوا مش عارفين، الطفطف ده لما تفكر تركبه تدخل بيه مكان معين جوه، حضر في جيبك 20 جنيه للفرد الواحد. وزيهم بقى برضو لما تفكر ترجع، ما انت اكيد مش هترجع ماشي للبوابه، المشوار طويل جوه، الا لو لسه فيك نفس يعني. ولو حبيت تلف بقى المنتزه كلها وتعمل فيها بقى عم السائح الجدع، حضر 100 جنيه ومنجه نفسك ومش خساره فيه، انبساطك بالدنيا يا صديقي. بس على رغم كل ده لما رحتها في العيد لقيتها زحمه فوق الطبيعي، ده ما كانش فيه مكان في الباركنج اصلا. ما تخيلتش الصراحه، انا قلت على ال50 جنيه دي هروح الاقي نفسي في صحراء، للاسف رحت لقيت نفسي في جبليه مش عاتقين بالمره. ده غير بقى موضوع الحمامات ده ما يتحكيش، هو عباره عن اوضه صغيره كده وطابور طويل عريض زي طابور العيش بالظبط. يعني لو بتفكر تدخل حمام وانت بتقضي يوم سعيد في المنتزه، فانصحك تروح بيتكم اسهل واسرع عشان تلحق تكمل يومك اللذيذ. للاسف ما وفروش حمامات تستاهل تكلفه المنتزه بعد التعديل، ودي كده تحتسب ضدهم الصراحه. نصيحه، ما تروحش اصلا في اي اعياد، هم اهتموا اكتر بالانوار. يعني طول ما انت ماشي بالليل هتلاقي انوار في الارض كتير جدا، ليمينك وشمالك وامامك وخلفك. مش عارفه ايه الفكره من كده، بالرغم ان في حاجات كتير جدا محدش جه جنبها اساسا من توضيبات. هم ركزوا بس على الانوار وعدلوا طبعا من شكل الاسفلت، انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ وخلوه ممشى فقط، يعني ما ينفعش عربيه تمشي عليه. الصراحه على قد ما طوروا في المنتزه على قد ما خلوها ملهاش اي شكل نهائي، يعني ما بقاش فيها اجواء زمان الممتعه، ده حتى الذكريات دفنوها يا جدع، غيروا ملامح شكلها بالمعنى. انا عن نفسي ما حبيتهاش، ده غير بقى ان الخطوه فيها بعد كده هتبقى بفلوس، يعني تحضر جيبك وتعمل جمعيتك وتريش نفسك عشان تدخل جوه المنتزه. دي الفتره الجايه ان شاء الله، ما تستعجلش. مفيش مشكله ندفع فلوس على فكره، بس في الاخر نتبسط، ولا انتم شايفين ايه؟ المهم بقى عشان ما نرغيش كتير، زي ما انتم شايفين المنتزه كده بقت شبه متغيره، اتنسفت بمعنى الكلمه. بقى فيها بحيره وفيها سمك، يعني ممكن لو معاك عيش كده وانت مش عايزه ترميه في البحيره دي، هتلاقي السمك اتلم حواليك. اتمشى براحتك، العب براحتك، من الاخر ادخل ادفع ال50 جنيه الباركينج دي، تمام؟ ده غير التيكت اللي بره، وخش من الساعه 7 الصبح عشان تلحق يومك كامل. تدافع فلوس برضو مش اي كلام. تعالوا بقى نشوف الناس دي بتقول ايه. طبعا احنا واحنا بنتمشى
بنتمشى كده وبنصور، رحت ايه بقى من كتر التعب هيست عليهم، وهم الصراحه هيسوا اكتر. نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ ها قميص نفيسة نشف؟ يلا ما تبعدي شوية. ما انت قريب قوي، صح قوي، ما انت وشك داخل كده من الكاميرا هينطح الكاميرا. يلا قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ نشف ولا لسه ما نشفش؟ على اعلى صوتك، على صوتك عشان اكتشف الغلطات. اللي بعده يلا. معلش. قميص نفيسة نشف. انا نفيسة نشف. قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ قميص نفيسة نشف. ايوه أنا لسه ما نشفت. قميص نفيسة نفش. قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ كفاية كده. اهنيكم كلكم ساقطين ما عدا الواد ده. زيزو منتزه النهارده احلى ولا وهي قديمه احلى؟ وهي قديمه؟ انت النهارده مش مبسوط. كابتن جو، منتزه دلوقتي احسن ولا وهي زمان احلى؟ ايه؟ عايز تروح؟ يعني انت مش مبسوط؟ ليه؟ مش عايز عشان ايه؟ انا بسجل. قول بجد. عايز انام. بجد عايز انام. ربنا عايز انام. عايز تنام؟ طب علي صوتك. عايز انام. علي صوتك. عايز انام. اما انت جيت ليه طالما انت عايز تنام؟ انت دلوقتي ولا قبل كده؟ مش فارقة. مش فارقه كتير؟ يعني بالاخر بنمشي ونعمل ايه. مش فارقه كتير. انت 100 جمانة. المنتزه دلوقتي ولا زمان؟ الاتنين حلوين. الاثنين حلوين؟ يعني انت شايفه ان في تغيرات؟ في بس يعني تستاهل؟ لا ما تستاهلش 50 جنيه اللي دفعت بره دي. دفعت 50 جنيه باركينج. عمر ايه؟ ايه ما تستني. نفس السؤال. المنتزه احسن دلوقتي ولا زمان؟ الاول الاول؟ ليه مع ان هم مطورين فيها؟ يعني إيه؟ انا رايي كده. ايه ليه بقى؟ ايه اللي شدك في منتزه زمان؟ كانت مفتوحة كلها. كانت مفتوحه والدنيا حلوه. دلوقتي هم وضبوا فيها كتير بس كل خطوه فيها بالفلوس، صح؟ هاجر قول لنا رايك، منتزه لا. دلوقتي ولا زمان؟ لا زمان طبعا. زمان برضه. بس هي دلوقتي اللي هي مليانه انوار وبحيرات كتير على الفاضي، فمش مستريحه كده صراحه. اصلا. ايه الاخبار؟ ايش وحش؟ ده اراء الناس كلها وحشه. طب هي مش الحاجات اللي عاملينها الرمله والحاجات المسكونه اللي حاطينها لنا في كل حته دي. انت العفاريت عامله مشاكل معاكي. يعني انتوا وراكم كلها ان المنتزه دلوقتي مش حلوه زي زمان، صح؟ انت هتصلح حتى جو عايز يروح. غريبه. وبس كده، ده كان يومنا الطبيعي في المنتزه. رحت لفيت جوله كده ووريتكم كل حاجه جديده هناك. يا ريت بقى ما تنسوش في لايك وكومنت شيك زيكم كده، وسبسكرايب كده، يعني اشترك في القناه. نفعنا يا جدع مش كده؟ والله ما هتدفع فلوس. يلا عرفني بسرعه ان انت اشتركت عندي في القناه وسيب لي كومنت شيك زيك، واستنوني في فيديو جديد. انا مين؟ انا هبه جابر. اشوفكم في حاجه جديده. يلا باي.